تعالوا معايا نلم البصل اللي زرعناه في الصينيه دي. طبعا البصل اتزرع عندنا كتير هنا اهو، واستنينا لغايه لما دبل بالشكل اهو ده. خلاص دبل، تقدر بقى ايه تطلعه علشان تنشفه. ادي واحده اهو. طبعا انت لو سبته في الارض كتير ممكن يعفن، فاحنا طبعا بنشيله. بص بقى سهل خالص ازاي بعد ما دبل الورق. ده شكل البصل اهو. البصل طلع كبير اهو جميل، وانا عامل فيديو كامل عن زراعته. بص المنظر ممتاز بصراحه، يعني زراعه سهله جدا وجميل. والبصل ده انت هتحتاجه في اي حاجه بتعملها. ميزه زراعه البصل ان هي ما فيهاش اي مجهود، يعني بسهوله. بص طلعنا بصل عامل ازاي، واحنا زرعناه من البصيلات، يعني من بصل صغير مش من البذور. فبص كده ادي كل البصل اهو اللي اتزرع، وما بيحتاجش ميه كتير. وحجمه بص الحجم ممتاز ازاي، يعني مش صغير خالص. انا ايدي كبيره كمان، يعني انا عايز اوري لك الحجم مقارنه اهو. بص بوشي. طبعا البصل سهل جدا في الزراعه، انا عامل الفيديو عنه اتفرج عليه. وادي بص كميه البصل اللي احنا حصدناها. طبعا ده هتخزنه بقى بعد كده، ده المرحله الجايه ان انت بتخزنه. معظم الناس اللي عايشه في مصر وفي الدول العربيه بيعرفوا يخزنوا البصل والثوم كويس جدا. مش جديد يعني. وادي البصل اللي احنا حصدناه النهارده. لو عايز تتفرج على حاجات زي كده تابعني على كايرو جاردن واشترك في القناه، وما تنساش تلايك وتشير الفيديو.